السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليني أسألك سؤال غريب شوية. أنت دلوقتي قاعد قدام الشاشة وشايف الفيديو ده وسامع صوتي بوضوح، لكن عمرك سألت نفسك سؤال بسيط جدا؟ إزاي الفيديو ده وصل لك أصلا؟ يعني إزاي صورة وصوت متسجلين في مكان تاني في العالم يوصلوا ليك في ثواني وأنت قاعد في بيتك؟ غالبا هتقول عن طريق الإنترنت. طيب تمام، خلينا نسأل السؤال الأهم. الإنترنت نفسه بيجي منين؟ هل بيجي من جهاز ضخم في دولة معينة؟ ولا من قمر صناعي في الفضاء؟ ولا ممكن يكون في دولة بتتحكم في الإنترنت كله؟ الأسئلة دي شكلها بسيط، لكن الحقيقة وراها قصة أغرب بكتير مما تتخيل. وقبل ما نبدأ، لو أنت من الناس اللي بتحب تعرف الحقائق الغامضة والأسرار اللي قليل من الناس يعرفها، يبقى أكيد مكانك هنا. اشترك دلوقتي في قناة أسرار صامته وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد من الحكايات الغامضة والأسرار اللي هتخليك تبص للعالم بطريقة مختلفة. دلوقتي نرجع لسؤالنا، الإنترنت بيجي منين؟ ناس كتير فاكرة إن في جهة معينة في العالم هي اللي بتملك الإنترنت وهي اللي بتوزعه على باقي الدول، وبالتالي ممكن في أي وقت الجهة دي تقرر تقطع الإنترنت عن دولة معينة. لكن الحقيقة الفكرة دي كلها غلط. الإنترنت في الحقيقة مش ملك حد. أيوة، زي ما سمعت كده بالظبط. الإنترنت عبارة عن شبكة ضخمة جدا، كل دولة في العالم تقريبا جزء منها. لكن عشان نفهم الموضوع صح لازم نرجع بالزمن شوية. القصة بدأت في الخمسينات، وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية. في الوقت ده وزارة الدفاع الأمريكية كانت عايزة حل لمشكلة خطيرة جدا. لو حصلت حرب وتم تدمير وسائل الاتصال، إزاي يفضل التواصل بين الأجهزة والقيادات العسكرية؟ ومن هنا ظهرت فكرة إنشاء شبكة تربط الحواسيب ببعضها. وبالفعل تم إنشاء وكالة اسمها وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة، أو المعروفة اختصارا باسم ARPA. وهدفها كان بسيط جدا: إنشاء شبكة تقدر توصل أجهزة الكمبيوتر ببعضها. وفي سنة 1969 حصل حدث تاريخي. تم إرسال أول رسالة بين جهازين كمبيوتر، واحد في جامعة كاليفورنيا والتاني في معهد ستانفورد للأبحاث. والشبكة دي كان اسمها أربانيت. واللحظة دي كانت البداية الحقيقية للإنترنت. بس هنا ممكن حد يسأل سؤال منطقي جدا: لحظة واحدة، طالما وزارة الدفاع الأمريكية هي اللي بدأت الإنترنت، يبقى كده الإنترنت ملك أمريكا؟ الإجابة المفاجئة هي لا. علشان نفهم ليه، تخيل معايا المثال البسيط ده. لو في سلك متوصل بين جهازين كمبيوتر، واحد عندك والتاني عند صديقك، مين صاحب الشبكة؟ هل أنت ولا صديقك؟ الحقيقة الاتنين مع بعض، كل واحد فيكم محتاج التاني علشان الاتصال يتم. وده بالظبط نفس مبدأ الإنترنت. الإنترنت مش مصدر واحد ومفيش دولة بتضخه للعالم، هو ببساطة شبكة ضخمة جدا من الشبكات. كل دولة فيها شبكات، والشبكات دي متوصلة ببعضها. لكن السؤال الأغرب بقى، إزاي الشبكات دي متوصلة ببعض؟ هل عن طريق الأقمار الصناعية؟ المفاجأة إن الأقمار الصناعية دورها محدود جدا. الطريقة الأساسية اللي العالم كله بيعتمد عليها هي الكابلات البحرية العملاقة. آلاف الكيلومترات من الكابلات ممتدة تحت المحيطات والبحار، كابلات مصنوعة من الألياف الضوئية تنقل البيانات بسرعة قريبة من سرعة الضوء. الكابلات دي بتربط القارات ببعضها: أمريكا، أوروبا، آسيا، إفريقيا، كلهم متوصلين ببعض في شبكة واحدة ضخمة. ولما الكابلات دي تدخل الدولة بتبدأ تتفرع، كل فرع بيروح لشركة إنترنت، والشركة دي بدورها بتقسم الشبكة على العملاء لحد ما توصل في النهاية للجهاز الصغير اللي عندك في البيت، الراوتر. وده هو آخر نقطة في الرحلة الطويلة اللي بيعملها الإنترنت علشان يوصل لك. لكن خلينا نسأل سؤال أخير: ماذا لو اختفت أمريكا من الإنترنت؟ هل العالم كله هيفصل إنترنت؟ الإجابة لا. الإنترنت هيكمل شغال عادي جدا، لأن الشبكات متوصلة ببعضها مش بدولة واحدة. لكن التأثير الحقيقي هيكون إن مواقع زي فيسبوك، يوتيوب، تويتر ممكن تختفي. ولأن ناس كتير شايفة إن المواقع دي هي الإنترنت نفسه، هيحسوا إن الإنترنت كله فصل. لكن الحقيقة الإنترنت أكبر بكتير من كده. في ملايين المواقع والخدمات التانية اللي ممكن تشتغل عادي جدا، بل إن بعض الدول بالفعل عملت إنترنت خاص بيها
زي الصين مثلا اللي عندها بدائل لمواقع كتير مش موجودة عندهم. وفي النهاية الإنترنت مش جهاز ومش دولة ومش شركة. الإنترنت ببساطة شبكة العالم كله، وكلنا جزء منها. ولو وصلت لحد هنا في الفيديو فاكتب في التعليقات كلمة وصلت للنهاية علشان أعرف كام شخص كمل الفيديو للآخر. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في قناة أسرار صامتو، لأن الفيديوهات الجاية هيكون فيها أسرار وحقائق أغرب بكتير مما تتخيل. وأنا مستني سؤالك. إيه السؤال اللي بيجيلك وإنت صاحي نص الليل ومش لاقي له إجابة؟ اكتبه في التعليقات وممكن يكون هو موضوع الحلقة الجاية. نشوفكم في فيديو جديد على قناة أسرار صامتو.